حقيقي ما كنتش أتوقع جمال البيوت السودانية بالشكل ده، حتى كمان القهوة ليها طريقة مختلفة عندهم. هلو هلو يا أحلى أميرات، مساء السعادة والجمال، وحشتوني طبعا قد الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أفضل حال وكل حياتكم خير وسعادة وبركة، اللهم آمين. أهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد زي ما تعودنا كل يوم. النهاردة كمان معانا سيدة جديدة، سيدة بناء على طلبكم حابين تنوع في الفيديوهات والسيدات العربية. بيت سوداني أول مرة نعرضه، بس حقيقي كان مفاجأة، هتستمتعوا بكل التفاصيل اللي فيه. قبل ما نشوف الجمال ده أرحب بتعليقاتكم. حبيبتي الجميلة أحلى مرمر وحشتيني، وأحلى سيمة كمان منورة الدنيا كلها. دودو عيوني ليكي حاضر إن شاء الله بإذن الله. وأحلى صفا كمان أحلى مغربية منوراني. وأم عمر كمان شرفتيني ونورتيني، والكومنت بتاعك هعلق عليه خلال الفيديو، فبشكرك جدا على الاقتراح بتاعك. كلكم بجد وجودكم على راسي من فوق. يا رب دايما عند حسن ظنكم وتكونوا فعلا بتستمتعوا وبتستفيدوا من الأفكار اللي احنا بنعرضها معاكم. متنسوش النهاردة كمان اللايك الحلو بتاعكم وتعليقكم، وأكيد اشتراككم في القناة، دي حاجة تشرفني جدا، فما تنسوش السبسكرايب. وإن شاء الله أرحب بتعليقاتكم في الفيديو الجاي. تعالوا ندخل بقى في تفاصيل فيديو النهاردة اللي بجد أنا عن نفسي مكنتش أتوقع جمال البيوت السودانية بالشكل ده. بصرف النظر السيدة موجودة فعلا في السودان طبعا، يعني ربنا يحفظ كل الدول العربية يا رب، يكونوا كلهم في سلام وفي خير دايما. أول سيدة مقيمة في دولة في الخارج، بس حسيت قد إيه إن هي عندها طابع عربي جميل أوي في ستايل البيت، في تقديماتها ستايل عربي حلو، محافظة على بعض الحاجات الأساسية في التقديم، عندها الشاي أو البراد أو الحاجات اللي تحسوها إسلامية شوية أو دينية شوية كمان في التقديمات عندها على الترابيزة. بقى زي ما انتم متعودين دايما بقول لكم أنا بحب الستايل ده أوي في البيوت العربي. يعني مش شرط بقى إن إحنا ندوّر على الحاجات العصرية وكده، لكن اللمسة بتاعة الاحتفاظ دي شوية بجد بتدّي روح تانية مختلفة في البيت اللي إحنا بنشوفه. فأنا طبعًا باحييها أكيد طبعًا على الطريقة الجميلة بتاعتها والحفاظ بتاعها. كمان برضه هندخل بعد كده في التنسيقات والديكورات بتاعتها، بس خلّونا الأول نشوف شوية ترتيبات وتنظيمات لحاجات عندها مختلفة في البيت. بدأناها من المطبخ، كورنر صغير أوي تقدري تضيفي لمسة جمال عندِك في المطبخ. فكرة إن هي تحط التري عليه الحاجات اللي هي بتستخدمها، الملح والفلفل، وكمان أنواع الزيوت المختلفة لو في بوتل شكلها لذيذ مع بلانش الديكور. يعني بصوا اللوك كله مع بعضه كده شكله حلو قوي، وبيبقى كورنر شكله حلو عندك على الرخامة، تقدري انت تعمليه بشوية تفاصيل من الحاجات اللي انت بتستخدميها. كانت مشترياتها بعد كده لمّا أنواع الزيوت بتاعتها بقت كتيرة شوية، بتستخدم أنواع أكتر، حبِّت إن هي تستخدم bottles بس في نفس الوقت ما تاخدش مكان عندها كتير. الأزايز الأول كانت حجمها أكبر شوية، ففكّرت إن هي تستخدم الأزايز الرفيّعة، وكمان بدأت تحط عليهم الlabel سواء بقى في التوابل هنا أو في الزيوت زي ما شُفنا. الlabel ده من الحاجات اللي مش بس يعني شكل ديكوري أو شكل تنظيمي، لأ ده هي حاجة مفيدة جدًا، جدًا، جدًا. إحنا نفسنا ساعات بنتلخبط في التوابل، حتى لو أنتِ مش بتستخدمي الحاجة، معاكِ أفراد أسرتِك حد داخل يعمل حاجة فمش عارف كل إيه ده إيه وده إيه، ففكرة الlabel اللي بتبقى موجودة عليها قد إيه بتبقى مهمة أوي، بتسهِّل علينا حاجات كتير طبعًا في التنظيم بتاعنا، فحاولوا إن أنتم تخلّوا بالكم كمان من النقطة دي. استخدامها كمان برضه للمنظمات اللي بيبقى فيها كذا رف أو كذا دور، إن هي تلم فيها الحاجات بتاعتها كمان للاستخدامات الشخصية زي أنواع الperfume. خلّي بالكم كمان من النوع اللي هو عامل زي الفرو ده كده، لإن هتشوفوه في ديكور عندها، فعايزة برضه إن إحنا نعلّق على النقطة دي. فده كان من تنظيمات كمان أنواع الperfume بتاعتها في الغرفة. تنظيمات المطبخ كمان برضه استخدام المنظمات اللي بتاعة الstretch بتاعة الفويل وورق الزبدة. شُفنا ليها أنواع كتيرة، سواء الbox اللي بيبقى فيه تقسيمات لل3 أنواع مع بعض، أو لو كل واحد لوحده بيبقى موجود في box لوحده. بس بصرف النظر الشكل إيه، هي حاجة عملية جدًا، جدًا، بتلم لِك الرولات دي كلها وبتسهِّل عليكِ كمان استخدامها. فطول الوقت دَوّروا على الحاجة اللي تكون مفيدة ليكم. في بعض الحاجات إحنا بنشوفها عادي لو إحنا ما استخدمناهاش مش هتفرق معانا، مش هتخسّر معانا حاجة، لكن في حاجات فعلًا إحنا لو استخدمناها هتفيدنا جدًا، جدًا في تنظيم وفي كمان مجهود ووقفتنا في المطبخ اللي بنحاول نسهِّل على نفسنا على قد ما نقدر. كمان هي مش جميلة بس في التنظيمات بتاعتها، لكن كمان حتى الديكورات، باحب أوي السيدات اللي بتعمل حاجات بإيديها حتى لو بسيطة. فكرة الفازة الإزاز الشفافة اللي بدأت تحط عليها من الخرز أو الكريستالات وتعملها بالسبراي تحولها لشكل فازة مختلف. وكمان التري اللي احنا شفناه كانت بتنظم عليه الزيت، فكرت إن هي تستخدمه بمكان تاني وبشكل تاني.
بدأت تستخدمه في الكوفي كورنر بتاعها، تزينه بس بشوية تفاصيل، حطت عليه الفراشات، حطت عليه الستيكرز على الإيد بتاعته، وبدأت تحط مكنة القهوة وتحط التري اللي عليه الجارات اللي بتستخدمها. بس مع الوقت حبت إن هي تكبر المكان شوية وتستخدمه بطريقة أوسع شوية، ففكرت إن هي تجيب الكارت أو العربية بتاعة التقديمات وتخليها كورنر للقهوة، تحط فيه فناجين أكتر، تحط فيه نكهات أكتر، عندها كاندي أو حاجة حابة تقدمها مع المشروبات، يبقى المكان أوسع، عندها حرية أكتر إن هي تحط فيه الحاجات بتاعتها بالشكل ده. طريقة بقى القهوة السوداني اللي كنت أول مرة أشوفها، يعني طريقة عندي شغف إن أنا أجربها بصراحة. فكرة إن هي الأول تحط السكر وتكرمله وبعدين بتحط المية والبن وبتبدأ تجهز القهوة، وفي الآخر الفنجان طالع من غير وش، يعني أنا عن نفسي القهوة يعني وش، ففكرة إن هي تطلع بالشكل ده أنا لازم أجربها، أشوف الطعم وأشوف الشكل، فبجد حبيتها قوي. فكل بلد أديكم شايفين يعني حتى القهوة في حتى اختلاف عليها بالشكل ده، فكل دولة يا رب يحفظها ويحميها بشعبها وبتقاليدها وبعاداتها وبكل حاجة حلوة فيها يا رب، اللهم آمين. تعالوا نكمل معاها بقية التفاصيل سفرتها، ندخل كمان برضو شوية أفكار عن ستايل ترتيب السفرة السوداني ازاي، أو بعض التقديمات بتاعتهم بتكون ازاي. طبعا شايفين القهوة والشاي من الحاجات اللي أعتقد موجودة أساسية في كل الدول العربية باختلاف نوع الشاي أو نوع القهوة أو كده، لكن لازم يكون موجود على قائمة المشروبات، فدي برضو كانت من الحاجات الأساسية في التقديمات. شايفين طبعًا طريقة ترتيب السفرة بالopen buffet كده، بالطريقة الديكورات كمان اللي معمولة من الشموع ومن الورد، قد إيه برضه شكلها حلو أوي، بجد يعني أنا ما توقعتش والله بجد إن يكون الديكورات بتاعة الدول المختلفة أي نعم فيها تشابه، بس إحنا كل بيت إحنا بنشوفه بنشوف فيه تقاليد فعلًا البلد دي، وبنشوف تفاصيل ممكن نكون إحنا مش آخدين بالنا منها، فبنستفيد كمان ببعض الأفكار دي كمان. ده كده كمان الطريقة التانية لتقديم السفرة بتاعتها. عجبني جدًا كمان ستايل الأطباق، يعني حسيته كمان برضه مختلف شوية، أكيد في حاجات بتبقى متشابهة ما بين الدول وما بين بعض، وفي حاجات بتبقى خاصة بكل شعب مثلًا، زي مثلًا أهل المغرب عندكم اللي هو الطاجين بتاعكم ده مثلًا، ده حاجات أساسية موجودة على السفرة بتاعتكم، باحس إن في أطباق بتبقى شكلها كمان مميز جدًا لكل بلد. فكرة كمان الورد الطبيعي اللي حطيته في نُص السفرة من غير فازات من غير أي حاجة، برضه فكرة لذيذة أوي نقدر إن إحنا نعملها حتى لو بالورد الصناعي، وحتى كمان الsnacks والتقديم بتبدع كمان برضه إن هي تحط كل التسالي والموجودة عندها، تحطها بطريقة تقديم كمان تكون حلوة بالشكل ده. ندخل بقى على الليفينج عندها وأفكار مختلفة جدًا لتناسق الألوان والديكورات بتاعتها، كل مرة بتغيّر إزاي في الستايل اللي موجود، الديكورات اللي بتبدأ تضيفها على الترابيزات أو الcushions أو ستايل البيت عمومًا من الأثاث والديكورات والألوان. هناخد كام لقطة سريعة كده من أفكار ديكوراتها، بس وإحنا بنتفرج على التفاصيل المختلفة دي هارُد على الcomment بتاع أم عمر اللي كانت بتقترح إن إحنا ممكن ننزّل فيديوهات منكم أنتم. كنت أنا أصلًا طلبت منكم الطلب ده في فيديو كده قريب، بس ما كانش في حد قال لي حاجة في الcomments، كانت في وفاء بس اللي كانت ردِّت عليَّ وقالت لي إن هي على أتم الاستعداد إن هي تشارك. كانت الفكرة إن إحنا نشارك مع بعض، لو أنتم حابين أي تفاصيل موجودة عندكم في البيت، حابين إن أنتم تبعتوا لي فيديوهات أو تبعتوا لي صور ونعرضها، مش شرط حتى الفيديو كله يكون خاص بيكم أنتم، يعني ممكن نخصص جزء في آخر الفيديو مثلًا نعرض فيه حاجة منكم أنتم، ولو حابين إن إحنا ناخد رأي بعض فيها، حابين تورونا حاجة جديدة أنتم عملتوها، حابين تفيدونا بأي فكرة، فكنت حابة تطبيقاتكم أنتم تظهروها كمان، فده كنت اقترحته عليكم من فترة، فأم عمر كمان ربنا يبارك فيكِ يا رب بتقترح نفس الاقتراح، أنا على أتم الاستعداد طبعًا. جروب الواتس موجود في وصف القناة وموجود في الcomment المثبت تحت الفيديو، ادخلوا وابعتوا لي، ولو أنتم عايزين أي مشاركة من أي حد في أي رأي في أي تفاصيل ابعتوا لي بس وأنا هاعرضها لكم، سواء حابين نعملها فيديوهات منفصلة أو نخليها في جزء من خلال الفيديو اللي إحنا بنعرضه، أنا طبعًا ده حاجة تشرفني جدًا، 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 وهاكون فخورة جدًا أكيد بكل مشاركاتكم والحاجات الجميلة اللي أنتم بتعملوها. تعالوا بقى نشوف آخر جزء في الفيديو، اللي أنا كنت حابة بس أوريكم استخدامها لأزايز الperfume زي ما شفتوا كده في الديكورات بتاعتها، دي كانت حاجة لفتت انتباهي أوي، فمش عارفة دي حاجة أساسية في الديكورات والّا لأ،
كمان برضه شُفتوا الفناجين بتحطها بطريقة مميزة أوي كده في التقديم بتاعها اللي بيبقوا فوق بعض، عجبني جدًا بدل ما بنرص الحاجات كلها جنب بعض، فكرة إن إحنا ممكن نعملها بشكل تقديم مختلف برضه عجبتني أوي. وأخيرًا الفطار السوداني، مش عارفة بقى إذا كان ده سوداني والّا ده مصري، لإن أنا شايفة فيه فلافل وشايفة فيه فول، فأعتقد دي أكلات مصرية، بس لو هي حاجات أساسية طبعًا في أهل السودان اكتبوا لنا برضه في الcomments لو حد عنده أي تفاصيل عن الموضوع، بس حبيت جدًا الفطار الoriental الحاجة التقليدية جدًا بتاعة البلد، ده كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون حاجة عجبتكم وتكون حاجة مختلفة عن كل مرة بتشوفوها. لو حابين ستايلات أكتر وبيوت أكتر لدول مختلفة اكتبوا لي في الكومنتس طلباتكم، إن شاء الله أكون دايمًا كده عند حسن ظنكم بالحاجة اللي أنتم تطلبوها وتتمنوها، متنسوش اللايك الحلو بتاعكم وتعليقكم واشتراككم، وليكم مني بوسة كبيرة أوي لحد ما نتقابل بكرة إن شاء الله بسيدة جديدة وفيديو جديد، أشوفكم على خير الفيديو الجاي، أحلى أميرات والسلام.